السلام عليكم. ازيك يا صديقي؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ طمني عليك. النهارده جاي اقابلك اتكلم معاك في كلمتين في موضوع من اكتر الموضوعات اللي بفهم فيها. ممكن اكون انا اي نعم مش مميز، في ناس كتير بيفهموا فيه، وممكن تكون انت كمان تفهم في الموضوع ده كويس. ويحك، ما انت كاتب اسم الحلقه، ولما التشويق اذا يا خواجه؟ ايوه، اقعد قطمني وحط لي العصيان في العجل وما تدينيش فرصه ان انا افصل. النهارده نتكلم عن الكسل. هو موضوع أو ظاهرة منتشرة في جميع أنحاء العالم وعلى مدار التاريخ، وأنا حبيت أعرف الكسل ده عبارة عن إيه؟ يعني هو في حد ذاته هو إيه؟ عشان نعرف الحاجة اللي احنا بنتعامل معاها. أنا قرأت مقالات وسمعت بعض المحاضرات وفيديوهات في اليوتيوب وبودكاستات، لكن ما لقيتش حد فسرهولي. كله عبارة عن نصائح وتوصيات: اعمل كذا، ما تعملش كذا، غير عاداتك، حارب نفسك، غير من نفسك. لكن مفيش حد فسر هو عبارة عن ايه. عشان كده قررت ان انا ادرس الموضوع ده بنفسي. انا طبعا الحمد لله مستورة، لكن يعني ما اقدرش اسمح لنفسي ان انا اجيب متطوع اعمل عليه التجارب، ولا اقدر اجيب ارنب ولا اجيب فار حتى. عشان كده قررت ان انا ادرس الموضوع ده على نفسي بذات نفسي. طبعا الفترة اللي فاتت كان المفروض انزل عدة فيديوهات، يجي 5 فيديوهات، بس كنت مشغول، كنت بدرس الكسل طول الفترة دي. واديني جيت عشان نتكلم النهاردة عن ايه هو الكسل اصلا، منين نجيب الموتيفيشن، وازاي نقوم من على الكنبة، ايه هي تقسيمات مخنا من وجهة نظر علماء النفس، ازاي تعرف اللي انت محتاجه بالظبط، وليه الاهداف مش بتتحقق، هل انت متأكد ان انت مش كسول. كل ده واكتر هنتكلم في حلقتنا النهاردة عشان نكون نظرة جديدة للموضوع، وبالتالي نعمل اكشن جديد، مشاهدة ممتعة. موضوع الكسل موضة اليومين دول، الكسول بس اللي ما اتكلمش عنه. لو جيت تدور في اليوتيوب هتلاقي فيديوهات كتير ومن بلوجرز كتير زي مصطفى حسني، ياسر محمود، الدحيح، اتكلموا عن الموضوع ده. اي خدمة يا عم، انا بعمل لكم دعاية وترافيك مجاني اهو، حد عبرني، ده انا غلبان. المهم، هما كانوا بيتكلموا عن فوائد واضرار الكسل، فانت عندك المعلومات كلها، لذلك احنا مش هنتكلم في الناحية دي. طبعا تطوير واختراع العديد من الاشياء في حياتنا بيرجع سببه الكسل. الانسان بيكون مكسل يعمل حاجه فيخترع آلة تعمل حاجه دي بداله، المكنسه، الغساله، غساله الاطباق، حاجات كتير جدا. يعني ممكن يكون الكسل مفيد، لكن هل هو فعلا مفيد؟ الله اعلم. بالمناسبه في اسطوره بتحكي عن واحد اسمه نصر الدين خوجة. الراجل ده كان ماشي على الطريق وتايه شويه. المهم لقى راجل في طريقه مستلقى على الارض، فسأله: يا جدع، هو طريق بخارى من أي اتجاه؟ الراجل من غير ما يبص له ولا يتلفت له ولا يقول له ولا كلمة، رفع رجله وشاور له برجله على ناحية بخارى. فالراجل نصر الدين خوجة انبهر، قال له: ياه، انت وريتني كسل ما شفتوش في حياتي. لو قدرت توريني حاجة أكسل من كده، يعني كسل أكتر من كده، أنا هديلك دينار كامل. الراجل برضه من غير ما يتلفت له ولا يبص له شاور له على جيبه وقال له: جيبي اهو. اكتر ناس درسوا الموضوع ده هم علماء النفس، والجدير بالذكر في الموضوع ان الكسل تقريبا عامل زي الضلمه، بمعنى ان الكلمه نفسها موجوده لكن الظاهره نفسها ملهاش وجود. بمعنى الضلمه بتيجي فقط لما النور ينقطع، ما بتقدرش تيجي وتسيطر على المجال او المحيط بنفسها، ما هياش شيء له وجود يقدر يتوجد، لا، هو بيتوجد فقط عند غياب النور. يعني مثلا عشان نفسر الموضوع ده نقدر نعرف الامراض، او مرض زي الانفلونزا. الانفلونزا هو مرض تنفسي يسببه فيروسات الانفلونزا. كذلك الحال مع الكسل. الكسل في حد ذاته ما بيتوجدش، ما بيجيلكش، هو حالة بتظهر لك عند غياب الدافع او الموتيفيشن، وده مربط الفرس لحاجات كتير. وده يرجع الى ان المخ السيستم بتاعه والنظام بتاعه كده، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده في حلقة سابقة. يعني المخ بتاعنا دايما بيوفر طاقة وما بيحبش يبعتر طاقة في الحاجات اللي هو شايف ان هي مش ضرورية للحياة. يعني مثلا تقول انا هصحى الفجر عشان اروح المسجد واروح اجري، يقول لك: ليه يا عم، انت زي الفل، ما انت صحتك حلوة ومستورة الحمد لله. لذلك ببساطة الكسل هو غياب الحافز او الموتيفيشن. لذلك موضوعنا النهاردة مش عن الكسل، انما عن الموتيفيشن. الجسم بتاعنا فيه نواقل عصبية او هرمون
انت اكيد تعرف اسمه الدوبامين، وده مش زي ما كتير من الناس بيقولوا ده مش هرمون السعادة، لا، ده الهرمون المسؤول عن ترقب السعادة، او بكلام اخر عن الموتيفيشن. ده برضه المسؤول عن الامان بتاعتنا وعن المكافأة برضه، يعني بيتفرز لما تحقق اللي انت كنت عاوز توصل له. يعني مثلا حاجة زي الاورجازم بيحصل في الدماغ، مش بيحصل تحت زي ما كتير من الناس فاكرين، وده برضه مسؤول عنه الدوبامين. يعني في علاقة وطيدة ما بين النشاط بتاعنا وما بين الدوبامين. وهنا بقى سؤال مهم، منين نجيب حالة النشاط والموتيفيشن دي؟ في موديل أو نموذج اسمه الدوافع والعواطف، هو خاص بدراسة مستوى الرضا عند الإنسان، استخدم فيه وحدة قياس من سالب 100 لموجب 100. طب هو عبارة عن إيه يعني؟ برضه ناخد مثال عشان نفهم. خلينا نقيس مستوى الرضا بتاعك وانت عطشان مثلا، بس مش عطشان اللي هو ميت من العطش لدرجة سالب 100، لا، يعني حاجة شوية سالب 30 مثلا، وشفت قدامك إعلان في التلفزيون لإزازة حاجة ساقعة، بيبسي، كولا مثلا، لا دول مقاطعة، خلينا نقول سبنسيس، ده برضه معرفش انطقها، سينا كولا مثلا، إزازة مشبرة حلوة جميلة. فأنت أول ما شفتها مخك بدأ يرسل لك رسائل، صور، بتتخيل الحاجة دي قدامك، بتتخيلها وانت حصلت عليها بالفعل وشربتها، هواية عطشك، وبتتخيل نفسك خلاص شربت الحاجة دي، فبتشوف مستوى الرضا بتاعك ساعتها عامل ازاي. تخيل مثلا انت لسه ما شربتش كل ده، انت بتتخيل، خلاص تخيلت ان انت وصلت لموجب 40. فهنا الفكرة، انت كنت سالب 30 وبقيت موجب 40، 70 درجة. فهل دول يستحقوا ان انا اقوم اعمل حاجة نظير الدرجات دي، نظير ان انا اشبع رغباتي واعلي مستوى الرضا بتاعي؟ فكل ما كان الاحتياج اكتر عندك او مستوى عدم الرضا عندك اقل، وكل ما كانت الصورة والمخيلة اللي انت بتتخيلها عن الحاجة اللي تشبع رغبتك اوضح واجمل واسطع، كل ما كان الدافع بتاعك اكبر واكتر. بمناسبة الصورة اللي انت بتتخيلها وجودتها، فاكر انت ايام التلفزيون الانالوج كانت الصورة كويسة، بس يعني ايه، في احسن من كده، بس بعد كده اخترعوا التلفزيون الديجيتال او الرقمي والاقمار الصناعية والى اخره. هل هم اخترعوا الكلام ده عشان حضرتك تستمتع بجودة صورة اعلى؟ لا خالص. كل الموضوع ان لما المعلنين يعرضوا حاجة صورتها تكون احسن، فتحرك مشاعر وعواطف المستهلكين، فبالتالي يزيد مبيعات المعلنين. فباختصار كده، حركتنا بتبدأ من احتياجنا للشيء اللي بيرضينا، وكل ما كان تصورنا او الصورة الذهنية عن الشيء اللي بيرضينا ده اوضح واجمل واسطع، كل ما نكون مستعدين نعمل اي حاجة. يعني انت بتكون على استعداد ان انت تصرف فلوس، تبذل مجهود، تخسر وقت، تعمل اي حاجة في سبيل ان انت توصل للحاجة اللي انت متخيلها دي. بس المشكلة بقى في الموضوع ده ان احنا لما بنوصل او بنحقق الشيء اللي كنا عاوزين نوصل له، يعني مثلا رحت اشتريت السينا كولا وشربتها، او سافرت البلد اللي كان نفسك تسافرها، او اخدت الفلوس اللي كنت منتظرها من حد بقالك فترة، انت مش بتحس بالشعور السعادة اللي انت كنت متوقعه، اللي هو بمقياس من سالب 100 لموجب 100. لكن احيانا بنحصل على الشيء اللي كنا عاوزين نحصل عليه، لكن مستوى الرضا بيكون صفر. ده عشان المشاعر والعواطف بتاعتنا مش بتفتكر ايه اللي كان موجود في الماضي. يعني مثلا انا موجود في شمال كندا، ونفسي بقالي كتير ان انا انزل مصر، اروح ازور الساحل الشمالي مثلا عشان ابلبط في الميه واخد لي صن تاني. لكن لما وصلت هناك لقيت درجه الحراره 15 والجو بيشتي، فانا بدل ما افتكر اللي كنت فيه، لا، ده انا بقيس ال 15 ناقص 35 اللي انا كنت منتظرها. لكن دي خصائص وطبائع في النفس البشريه مش هنتطرق ليها دلوقتي. خلينا نوضح الفكره دي بس بكلام مختلف شويه. عمنا فريد او عالم النفس الشهير زيغموند فرويد قسم المخ بتاعنا ل3 عناصر. طبعا جم بعد كده علماء المخ والاعصاب ونفوا الكلام ده وقالوا ده كلام عبيط، لكن هو في الواقع كلام عملي ممكن نطبقه على الواقع. ال3 عناصر هما الهويه او اللي هو اللاواعي بتاعنا، الانا اللي هو الوعي، والانا العليا واللي هو ما فوق الوعي. الهويه او اللاواعي وهو برضه في حد ذاته يعتبر انا، اللي هو الذات بتاعتي، متصل بكل اعضاء الجسم ويعرف كل صغيره وكبيره بتحصل، وهو بيرسل ويستقبل اشارات من والى كل اعضاء الجسم، فبالتالي بيعرف مستويات كل شيء في الجسم، سواء السوائل، الفيتامينات، المعادن، الاكسجين الى اخره، حاجات كتير. فبالتالي هو بيكون اشارات
عنده وبيرسلها للوعي بتاعه. بتبقى عبارة عن الاحتياج، اللي هو بيشوف فيه حاجة ناقصة فبيرمي لك في الوعي يا ابن الحلال انت محتاج. بس مش بيوصل لك الاحتياج بتاعك ده على شكل فكرة او على هيئة فكرة، لا هو بيرسلها لك على هيئة صورة حسية او خاطرة بتيجي في بالك. احيانا بتكون صعب تعبر عنها بالكلمات، احيانا بتكون تبقى عاوز حاجة بس مش عارف انت عاوز ايه. يعني مثلا لما يكون نسبة السوائل منخفضة في الجسم، اللاواعي بتاعك بيرسل لك اشارة بيقول لك انت عطشان، لكن مش بيرسلها لك على هيئة كلمة، لا ده هو بيجي لك احساس. وجرب كده توصف الاحساس ده مش هتقدر. وسبحان الله الاحساس ده بيجي لك في كل الحالات، بيتوجد معاه برضو حل او بيتوجد معاه الشيء اللي يشبع الرغبة والاحتياج بتاعك ده. يعني مثلا في حالة لو انت عطشان بيخطر على بالك صورة لكوباية مية، ازازة حاجة ساقعة، قلة، زير. شايف الشغل اللي بيعمله مخك عشان حضرتك تحقق رغباتك؟ اذا اللاواعي بتاعنا بيتواصل مع الوعي بتاعنا، لكن مش بالكلام انما بحاجة زي الهيئة، الخواطر. والميزة في اللاواعي بتاعنا ان هو عارف هو عاوز ايه ومش عاوز ايه، ما عندوش تردد، هو يا اما عاوز يا اما مش عاوز. يعني انت ممكن تجيب الحمار عند البحر، لكن انت لا يمكن تغصبه ان هو يشرب، لان خلق الاحتياج شيء شبه مستحيل. وصعب جدا تتحكم في اللاواعي بتاعك او بتاع اي حد بالكلام. يعني جرب مثلا ان انت تقول لنفسك او تكتب في كراسة في اي حاجة ان انت هيحان او هيجان، هل هتستثار ولا اي حاجة؟ لكن تخيل حاجة او شوف صورة على طول هتصور. العنصر الثاني من المخ، وهو برضه حسب كلام عمو فريد مش جايب حاجة من عندي، هو الأنا العليا، وهو المجتمع متمثلا في دماغي. طباعات المجتمع، المسؤوليات، الواجبات الاجتماعية، العادات الدينية، الاحترام، الأخلاق، ده كويس ده مش كويس، ده عيب ده تمام، ده محترم ده مش محترم. ده اللي بيتشكل بالتربية، وده اللي ممكن ما يكونش موجود عند واحد زي ماوغلي أو طرزان عشان متربي في الغابة. ده يا سيدي الأنا العليا. والعنصر ده بيفكر بطريقة الفئات، يعني زي لازمني، المفروض عليا، الناس هيقولوا عليا ايه، وهكذا حسب عادات وتقاليد المجتمع اللي الانسان عايش فيه. العنصر الثالث بقى باشا واللي موجود ما بينهم هو عنصر رقيق جدا ورفيع جدا اللي اسمه الانا او الوعي بتاعي. فعليا ممكن نقارنه بحاجه زي الكمبيوتر كده، برضه جزء بسيط ما بيفكرش ولا بيعالج، كل اللي هو بيعمله انه بيعرض الاشياء اللي بتحصل في البروسيسور او الحاجات اللي بتيجي من بره زي النت. كذلك الوعي، يعني مثلا لما تيجي تتكلم مع حد هل بتقعد تفكر في الكلام ازاي هتشكله وازاي هتركب الجملة؟ لا انت بتقول اللي بيخطر على بالك على طول. كذلك الافكار واسماء الاشياء او الاختراعات كلها حاجات بتيجي من خارج نطاق الوعي بتاعنا، وبتتعرض لك بعد ما يتم معالجتها في اللاواعي بتاعك. الوعي لما يجي ياخد قرار بيعمل ايه؟ بياخد اشارات مختلفة من جوه من اللاواعي. يعني الانا عاوزة تفاحة موجودة هنا، الأنا العليا تقول لك لا ما ينفعش دي مش بتاعتنا. فالوعي لازم ياخد قرار. فالوعي بياخد قرار بناء على عوامل منطقية زي رخيص غالي، خطر آمن، مفيد ضار، يكسب يخسر، وهكذا. مشكلة الثلاث عناصر إن كل واحد فيهم بيتكلم لغة مختلفة عن التاني، لكن في نفس الوقت عايشين في راس واحدة، عشان كده مش بيحصل بينهم اتفاق في كتير من الحالات. لكن يا سلام بقى لو في تناغم ما بينهم، يعني اللاواعي بتاعي شعر بالاحتياج وانا بوعي وفرت له الظروف اللي تسمح ينقل لي الاشاره دي بوضوح، ثم انا بمنتهى المنطق بوعي خططت ووصلت للهدف اللي يشبع احتياجي ده اللي بيسموه الهارموني. ويا سلام بقى لو ده مش متعارض مع عادات وتقاليد المجتمع اللي انا عايش فيه. المهم بقى يا سيدي، وخلي بالك من النقطه دي عشان احنا تقريبا وصلنا للزبده، ان انت تنظف قنوات الاتصال جواك عشان اللاواعي بتاعك يقدر يوصل الاحتياج بتاعه او الاحتياج بتاعك انت للوعي بتاعك، والوعي بتاعك بدوره يعمل خطة محكمة لتحقيقه. ساعتها اللاواعي بتاعك بيديلك كل الموارد المطلوبة: الذكاء، الموهبة، الشغف، الانتباه، التركيز، الموتيفيشن، والاهم من ده كله الطاقة والبركة في الوقت. وده يا سيدي اللي هو السلام الداخلي. وعمنا فريد قال كلمة حلوة: الحرية
هي القدرة على انك تريد ما تريده حقا. فلو انت مش بتضحك على نفسك وبتحط هدف عشان تحققه مبني على الحاجة اللي انت محتاجها فعلا، مبني على الاحتياج الحقيقي جواك، مسألة زي الكسل مش هتظهر تاني ابدا. ايوه يا باشا، سامعك اللي بتقول موتيفيشن ايه وكسل ايه وبتاع ايه. انا راجل مطحون في الشغل 24 ساعه، ده أنا يا دوب بالصدفه فتحت الفيديو ولقيتك بتتكلم. ايوه، وجهه نظر برضو صحيحه كويسه. اسال نفسك، هل انا سعيد؟ انا مبسوط؟ لا، ما انت مش من حقك تسال نفسك السؤال ده. بس برضو تخيل ان انت لا قدر الله وربنا يزيدك ويكرمك ويوفقك، بس بتحصل احيانا ان الانسان بيخسر شغله. تخيل في الحاله دي، هل هتكون بنفس درجه النشاط اللي انت فيها دلوقتي، ولا هتقعد وهتمرقع؟ وهل مع شغلك اللي انت شغاله ده مش بتحس بالتعب؟ مش بتحس بالاستنزاف؟ مش بتحس بالظلم نوعا ما؟ دي بقى الفكره يا سيدي. لو انت عندك سلام داخلي وبتعمل الحاجه اللي قلبك بيحبها واللي انت فعلا محتاجها، هتبقى شخص معطاء، لانك هتعمل اكتر من اللي بيطلب منك، ومش هتحس بالقهر والظلم من كتر الشغل، مش هتحس بالارهاق المستمر، ومش هتتمنى ان ربنا هيوفقك. لا، ده انت هتبقى متاكد ان ربنا هيوفقك باذن الله، لانك عارف ان هو معاك. شفت لما بتكون عطشان مثلا بتعمل ايه؟ بتقوم من مكانك تروح تشرب ميه، بس من غير لا تخطط ولا تزعل ولا تتمنى ولا تدعي. لا، انت محتاج حاجه فعلا محتاجها، بتروح بتعملها. انما لما تكون كل اللي انت محتاجه عشان توصل لمستوى رضا وسعاده عالي هو انك تشرب ميه، وانت بدل من كده بتعذب نفسك وبتزعل وبيجي لك قهر وبيجي لك امل وخيبه امل وتمني ورجاء عشان عاوز عربيه جديده او عاوز تسافر سفريه كويسه تروح الكاريبي مثلا، وزعلان انت مش بتحققه، اكيد هيجي لك كسل واكيد هيجي لك حزن، لان انت بتجري ورا اشياء انت بالفعل مش محتاجها ومش عاوزها. كلها افكار مش افكارك. كل ميسر لما خلق له. ولو انت مش متيسره معاك وحاسس ان الكسل مسيطر عليك ومش مبسوط، ما ممكن دي اشاره بعتها لك اللاواعي بتاعك ان انت ماشي في مسار خطأ. ممكن الكسل ده فيه منه حكمه، هو انك ماشي في طريق انت مش مخلوق عشانه. لازم تراجع نفسك وتشوف انت عاوز تروح فين. وانا بتمنى لك انك تحقق التناغم والسلام الداخلي، وتتعلم ازاي تسمع نفسك وتعرف انت عاوز ايه بالظبط. ولو عايز تعرف اكتر عن موضوع ازاي تسمع نفسك، يا ريت تكتب في كومنت. شكرا على المتابعة يا صديقي، الى اللقاء.